صباح الخير يا حب او مساء الخير يا حب او تصبح على خير يا حب. ازيك عامل ايه؟ فكرة الموضوع النهاردة وفكرة فيديو النهاردة، كنت عايز اعمل فيديو النهاردة بس ايه، عمال ادور على كلام، فالمهم ملاقي عمال ادور، فالمهم طلع قدامي حتة مقطع اغنية كده لعمرو دياب بيقول فيها يا راجل كلام تقيل قوي تقيل قوي، اقسم بالله من كتر حلاوة الكلام، وعلشان اعمل عليه فيديو إيه معرفتش احفظ الكلام، فكتبته ايه في الكراسة الصفرا دي. تمام، تعال اقول لك الكلام بيقول ايه بقى. كان كل حاجة، كان أغلى حاجة، كان الاسم حبيبي، كان بين إيديا وكان نور عينيا وأنا فكرت نصيبي، كان روحي فيه بين إيديه ويا قلبي وروحي بحاله، يا يا دنيتي ويا غربتي ما طلعش حبيبي حبيبي، على ما أتذكر كان بيقول كده يعني. الكلام جامد أوي، ولما تسمعه من عمرو دياب يعني هيكون أفشخ وأمر. بس اللي عايز اقوله لك بان السينما والاغاني وده كله بيكذبوا علينا علشان يعرفونا وعلمونا بان الحب عبارة عن انك انت ترتبط بعلاقة عاطفية، والحب مش كده خالص. يعني مثلا لما انت تكون شغال ولا قاعد في البيت ولا ماسك التليفون ولا بتتفرج على التلفزيون، ومرة واحدة تلاقي التليفون رن عليك، صاحبك ازيك عامل ايه يا ابني، ده احنا ما بقالنا كتير ما شفناش بعض، تعالى نقعد على القهوه، تعالى نشرب شاي، عايزين نشوف بعض، عايزين نخرج. ده حب ولا مش حب؟ لما واحد يكون فاكرك في غيابك يبقى ده حب كبير. لما مثلا تليفون يرن من ابوك وامك، يا ابني خلي بالك من نفسك، يا ابني كل كويس، يا ابني البس كويس، الدنيا برد كذا كذا، ويقعدوا ينصحوا فيك لو حد ضايقك في الشغل سيب الشغل والرزق على الله، ويقعدوا يقولوا لك الكلام ده. هما لو بيكرهوك مش هيتصلوا بيك، تمام؟ فده حب. إيه مثلا لما مثلا تلاقي مكالمة من اي حد مثلا بيعيد عليك كل سنه وانت طيب، عيد سعيد عليك، رمضان كريم عليك، كل سنه وانت اي حاجه بقولها لك، تمام؟ هو لو بيكرهك مش هيتصل بيك ولا يسال عليك ولا يعبرك، فده حب. فده يعتبر فعل من افعال الحب. اللي عايز اقوله لك بان الحب مش عباره عن كلمه او كلام، الحب عباره عن افعال، والافعال هي اللي بتدل على الحب. وانت لو ركزت كويس في حياتك وما صدقتش الكذبة اللي بيكذبوها علينا بتوع السينما وبتوع الأغاني، تمام؟ بإن الحب عبارة عن إنك أنت ترتبط بعلاقة عاطفية، وما صدقتهاش دي، وبصيت حواليك وبصيت على الأفعال اللي حواليك، هتلاقي في حب كبير قوي في حياتك، بس أنت اللي ما شايفوش ولا حتى مقدره، تمام؟ وفي الاخر عامل زي القرع، بتمد لبره تروح ترتبط بعلاقات عاطفيه، وفي الاخر الله اعلم لما تنتهي بحاجه ترضي قلبك، لما حاجه تكسر قلبك. اللي عايز اقوله لك بانك انت ايه، ما تبصش على الكلام، تمام؟ وبص على الافعال. وانت لو بصيت على الافعال على كل فرد موجود في حياتك، هتلاقي ان الحب مغطيك ومالي حياتك. وانت لو مثلا مش عارف تبص على الحب اللي موجود في حياتك، البس نظاره. بهزر معاك، سلام.